بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. النهاردة فيديو في غاية الخطورة. أتمنى أن كل أب وأم وكل الشباب اللي يهتموا بموضوع النهاردة، لأنه فعلا في غاية الخطورة ويسبب إلى الموت. خدوا بالكم، نصحوا ولادكم وامنعوهم من الحاجة اللي تأذيهم. فهموهم خطورة الموضوع. والخدام في مدارس الأحد تقول للولاد إن هما يبعدوا عن الحاجة ديت، لأنه ناس كتير اتضرت وحاجات كتير حصلت بسبب الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة. وكمان حابة أقول لحضراتكم تعملوا لايك وشير للفيديو ده، توصلوه لكل الناس عشان تاخد حذرها. ولو حابين تسمعوا معجزات وأخبار الكنيسة فما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان دايما يوصل لكم إشعار بكل ما تقدموا. أما دلوقتي فيديو النهاردة أنا لقيت حالات كتير جدا على المستشفيات، وصلت لحد تاريخ الآن 129 حالة تسمم بسبب الأندومي. يعني لدرجة ان احنا الاباء الكهنة في الكنيسة بتاعتنا بدأوا يبعتوا لنا ويقولوا لنا حذروا لولادكم وحذروا الولاد في مدارس الأحد، لأن الموضوع زاد عن حده. وللأسف الشديد في ناس، يعني واحد طالع عمال يتكلم، أنا بأمانة ربنا يشفيه بركة العذراء. الشاب ده كان بياخد الأندومي ده كأنه فطار وغدا وعشاء، الوجبة الأساسية بالنسبة له. كان بياكله كتير بكميات كبيرة. ومرة واحدة جاله صداع وقال له يعني الصداع عادي، وشاب صدقوني صغير خالص. فراح يكشف، قال له اعمل لي تحليل دم. عمل تحليل دم، قال له للأسف انت عندك سرطان في الدم، وده بسبب الأندومي اللي انت بتاكله للنهار. والولد بيبكي بيقول انا بسبب كيس او كام كيس اندومي جالي السرطان في الدم. فصدقوني الموضوع منتشر، تلاقوا الاولاد رايحه الدروس ماسكه الاندومي في ايديها. تلاقيهم مثلا بعد الكنيسه ما تخلص يروحوا يشتروا بمصروفهم اندومي، او الوجبه السريعه كوبايه كده الراجل يكسر فيها الاندومي ويحط شويه ميه سخنه وشاليمو او معلقه ويديها للاطفال، وهو ده الحاجه اللي ياكلوها. مع ان لو جابوا باكو بسكوت هيبقى ضرره اقل بكتير من الاندومي. فارجوكم ارجوكم رجاء محبه، علموا ولادكم انه يبعدوا عن الاندومي ده، مادام فيه اخطار كتير ابعدوهم عنه. وصدقوني في امهات شاطره جدا عيالها وصلوا لمرحله 3-4 سنين وما بيدوقهمش حتى طعم البسكوت او الشيبسي، اخرهم كده تعمل لهم حاجة في البيت وهو دي الحاجة الحلوة بتاعتهم. لكن مش كل الامهات هتقدر تعمل كده، مش كل الاطفال هتقدر ان يعني تشوف حوالين منها اطفال تانية بتاكل وما تقولش لا. يعني ده حتى احنا الكبار بنلجأ في الصيام للشيبسي والحاجات اللي زي كده، بس على الاقل الحاجة في الاعتدال ما تضرش. لكن الاندومي ده بالذات بلاش خالص. صدقوني شفت فيديو واحدة عاملاه وهم بياكلوا بصوا لقوا فيه دود، هي صورت حتى بقى يطلعوه منه. قالت لها انا قرفت عمري ما هجيبه تاني، وانتي عمرك ما تدخليه البيت تاني، بتقول لبنتها. وحاجة كمان من ضمن التحذيرات، صدقوني انا جمعتها كلها في فيديو واحد. انه عارفين انتوا كده بتلاقوا ناس قاعدة بمناديل، وطبعا الصيف بقى داخل وهتعوزوا مناديل كلينكس، والناس بتبقى قاعدة في الشوارع كده على الرصيف بتبيع المناديل. أرجوكم ما تشتروش منهم مناديل. عايزة علبة مناديل روحي أي سوبر ماركت من السوبر ماركات اللي موجودة في الشوارع واشتري منهم. لأنه في واحدة بنت وستر من الله، يعني إن ربنا سترها معاها. يعني البنت بنية صافية عايزة تشتري كلينكس، فوقفت عند واحدة من اللي هم بتوع الرصيف دولت،
عايزة علبة مناديل لو سمحتي، كام؟ خدت الفلوس، ادت لها علبة المناديل ومشت خطوتين. هي البنت طلعت اساسا منديل واحد ويا دوبك بس استخدمته، حطيته كده على وشها وانفها وكده. البنت خرت على الارض، لما صاحبتها كانت معاها كان زمان البت دي اتاخدت، ويا عالم كان هيحصل معاها ايه. يا عالم، في بقى من يكفينا الشر اللي هي حتة الأعضاء والكلام ده كله. فربنا استترها ان صاحبتها اتصرفت بحكمة بسرعة، رغم ان هي شكت في المناديل. اول حاجة رمتها، وجت بسرعة متصلة باخواتها الصبيان وجولهم في المكان اللي هم واقفين فيه. بيقولوا لدرجة ان هي غابت فترة طويلة، عمالين يفوقوا فيها، مفيش. نزلوا بيها على المستشفى، قالوا ده واخدة نوع مخدر قوي جدا، وعلقوا لها محاليل، وغابت عقبال ما فاقت ورجع ليها وعيها. يشوفوا لدرجة ايه. فحتى المناديل اللي في الشوارع، الناس اللي على الرصيفة بلاش تشتروا منها، واشتروا من اي سوبر ماركت يقابلكم. وقولوا لولادكم حاجة زي كده برضو. من ضمن الحاجات اللي منتشرة برضو الأيام دي، صدقوني فيديو سمعتها الست بتحكي يعني اللي حصلت معاها. هي ست صغيرة شابة بس متجوزة يعني. بتقول أنا كنت في منطقة ما، يعني اللي هي المنطقة العتبة. انتوا عارفين العتبة بتبقى زحمة قوي، ووقت كمان الأعياد وشراء الملابس والكلام ده، فالعتبة بتبقى قتل يعني. فبتقول أنا كنت واقفة اشتريت شوية حاجات ولسه كنت بكمل، فلقيت ست عجوزة، صدقوني تشوفوها يعني تصعب عليكم، كركوبة كده، إيه تبقوا عايزين تمسكوها تسندوها يعني. ومش قادرة تمشي، وقعدت تقول لي يا بنتي يا بنتي. فالناس معدية ما بتردش عليها، فهي يا بنتي انتي، فبتقول لها انا. قالت لها ايوه انتي. فراحت قالت لها ايوه يا امي عايزة ايه؟ قالت لها بنتي عايزة اركب مش عارفة اروح روكسي او حاجة زي كده. فقالت لها يا امي بس المكان انت بعيدة يعني، من هنا لهنا بعيدة يعني. فقالت لها ما انا ركبيني بس اي تاكسي، اقفي معايا وركبيني اي تاكسي او اي اتوبيس وانا هكمل يعني. فبتقول انا ما شكتش فيها ولا لحظة واحدة، وقلت لها حاضر. بتقول مسكت في ايدي، عارفين انا مروحة مفاصل ايدي من المعصم كده، من كتر مسكتها فيها مألماني ومش راضية تسيبني. فعلى جية ست كده، الست قعدت تبص عليا جامد قوي. فانا برضو مش في بالي حاجة، بقول هي مالها دي بتبص عليا كده ليه؟ وتبص على الست، تبص عليا جامد قوي وتبص على الست. فانا بدأت احس ان في حاجة غلط، بس ايه هي انا مش عارفة قوي. وبعدين الست مشيت شوية وعدتنا، ووقفت عند 3 4 شباب كده وكلمتهم، والشباب دول بصوا عليا جامد وبصوا على الست. ولقيت الشباب جاية وبيقولوا لها انت عايزة تروحي فين يا حاجة؟ قالت له انت مالك انت وهو، هي هتوديني بنتي هتوديني. فقال لها يا حاجة دي مش بنتك، واوعي تسيبيها، واحنا هنودوكي مطرح ما انت عايزة تروحي، بس سيبيها تمشي. وبتقول كانت ماسكة فيا جامد. فبتقول أنا لما لقيتهم كده بدأت أشك إن في حاجة غلط. فقالت لها طب يا حاجة بصي هما شباب هيقدروا يوصلوكي، لكن أنا معرفش المنطقة ومعرفش حد هنا يعني. فقالت لها لأ، انتي اللي توديني، وماسكة فيها جامد. فبدأت البنت تخاف بقى، عرفت ان هي كان قصدها تخطفها او تعمل فيها حاجة يعني. وكانت مستنية بس ايه يعني تخدرها، عشان لو اغمى عليها. انتوا عارفين السيناريو بقى، دي بنتي ووقعت على الارض وانا هاخدها اروحها والجو ده. ويركبوها اي طبعا حاجة تكون متفقة معاها، توك توك بقى، عربية، الكلام ده كله. لكن من ستر الله الشباب صممت انه مش هتمشي يا حاجة، هي مش هتمشي من هنا وسيبيها يعني سيبيها واوعي كده. وجم شادين بسرعة ايد الست الكبيرة دي منها. فجت جاية الست اللي هي ربنا بعتها لها صراحة، قالت لها يا بنتي خدي بالك، وتاني مرة ما تأمنيش كده، اتفضلي روحي شوفي كنت هتروحي فين. فساعتها أدركت إن الست كانت ناوية تخطفها. فشوفوا لدرجة إيه لو حد شايفينه. وبتقول الست صدقوني يعلم الله اللي أكد لي إن هي نصابة،
ان اول ما تلموا الشباب كده قالت لهم خلاص خلاص مش عايزه اروح في حته، واللي كانت حانيه ظهرها اتفرد، واللي كانت بتمشي تاتا تاتا بقى خدت الشارع جري ومشيت. فده اكد لي ان هي كانت يعني بتضحك عليا عشان طبعا تخطفني يعني. فربنا بعت لها الست دي وسترها. ده معناه انه حتى لو شفتوا حد كركوب وعجوز ويعني تصعب عليكم ما تقفوش ولا تساعدوا حد، وعلموا ولادكم الصغيرين أرجوكوا. يعني حتى كان في واحدة برضو بنت، وواحدة عمالة تنادي عليها تقول لها بنتي شيلي لي الأكياس دي وصليني لآخر الشارع، والبنت راحت فعلا وبتشيلها الأكياس على جيب برضو واحدة من الأمهات. قالت لها انت يا بت حطي الأكياس مكانها وامشي، انت كنت جايه. لقيت لها ده هي قالت لي وصلني، قالت لها بقول لك اسمعي الكلام. جت البت خافت وسابت الأكياس فعلا ومشيت. يعني ربنا بعت لها الست ديت يعني. فعرفوا حتى ولادكم مهما حصل ما تساعدوش اي حد في الايام دي صعبة، ربنا يسترها ويحمي ويحافظ. وخدوا بالكم احنا في ايام يعني ربنا وحده اللي يستر فيها. لكن علموا ولادكم قبل ما يطلعوا من باب شقتهم يرشموا نفسهم بالصليب، ملهمش دعوة بأي حد، ما يساعدوش أي حد. خارج رايح درسك روح على درسك على طول، خارج رايح مدرستك يبقى على المدرسة، خلصت ترجع البيت مالكش دعوة بحد، ولا حتى أصحابك يقولك نروح نشتروا حاجة سوا، ولا الكلام ده كله. علموا ولادكم كده وربنا يحميهم ويحافظ على الكل يا رب، ببركة شفاعة الست العذراء مريم وكل الشهداء والقديسين. من واجبي لما عرفت حاجات زي كده منتشرة الأيام دي، من واجب اتجاهكم إن أنا أقولها لكم، ووصلوا الفيديو ده لكل الناس عشان تاخد بالها وتنبه على ولادها. واذكروني دايما في صلواتكم، وأشوفكم بإذن يسوع في فيديو جديد وأخبار ومعجزات جديدة